السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي مع بعض كده نكمل سلسلة تنظيفات رمضان لاستقبال رمضان. تمام، انا عملت معاكم اوضة النوم وامبارح عملت حاجات، كانت الكلام ده كان اول امبارح. تمام، والفيديو ان شاء الله هينزل لكم. وامبارح عملت حاجات مصورتهاش. عملت ايه بقى امبارح عشان تبقوا ماشيين معايا برضو بنفس الترتيب ان شاء الله. امبارح كان الحد، غسلت التلاجة وفرشتها. غسلت البوتاجاز، كنت عامله المطبخ كان ناقص بس البوتاجاز عملته. فكده المطبخ هيكون على الفرش بس. عملت ايه تاني؟ غسلت الحافظه بتاعه الانتريه، الركن قصدي. وغسلت فرش الانتريه، فكيته والكيسه والحاجات دي برضو فكيتها ورحت عملتها. وزقيت ورا الركنه والكلام دوت، نضفت الركن يعني بس لسه ما اتفرشتش. كده ما فاضلش معايا غير الاوضه دي، هي اللي المفروض تتعمل. ما عملتش فيها اي حاجه خالص غير ان انا شلت فرش السراير وحطيته في الغساله وغسلته، بس ده اللي انا عملته فيها. يلا بقى بينا هنشوف هنعمل ايه واحده واحده كده، عشان انا عايزه اقول لكم دلوقتي الساعه 11 بالليل. كان النهارده عندنا درسين واتغديت وخدت خلاص، مش حاسه، فضلت قاعده نايمه ممدده على الكنبه، مش حاسه، جسمي وجعني جدا جدا. خدت لي كده برشامه مسكن وشربت قهوه ومش عارفه ايه، ولما لقيت نفسي قادره اقوم قمت. تمام. فما كانش ينفع اصبر لبكره عشان بكره التلات خلاص، يعني بكره يا دوبك اعلق الزينه بتاعه رمضان وكده. هنشوف ربنا يسهلها وندعك الحمام والحاجات الفنشات الاخيره يعني، عشان مش عايزه اعمل يوم الاربع حاجه. تمام، لان كمان احتمال يكون رمضان يوم الاربع. يلا بينا بقى، عشان انا فضلت اقول لسه بدري لسه بدري لسه بدري، وحسيت ان انا اتزنقت في الاخر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اسفه جدا طولت عليكم المقدمه. دلوقتي بقى اول حاجه كده هعملها ان انا همسك بقى انضف الشباك كده، دي اول حاجه ابتديت بيها. طبعا عارفه ان الفيديو هينزل لكم متاخر، بس والله دخل عليا بقى، يعني انا كنت عامله الشقه قبل رمضان بيومين ثلاثه، وبعد كده كنت تجهيزات بقى كتير عملتها ومش عارفه ايه. فالصراحه ما لحقتش انزل لكم او امنتج الفيديو، يعني الفيديو كان عايز تركب عليه صوت. واول يوم بقى رحت عند ماما فطرت ومش عارفه ايه، ما لحقتش ان انا امنتج لكم الفيديو. فطبعا حقكم عليا، انا عارفه ان الفيديو كان المفروض ينزل قبل رمضان اساسا، لان اللي انا بعمله ده كان تنفيذة رمضان وكده. بس والله ما لحقتش امنتجه يعني وكده، فطبعا حقكم عليا وبعتذر مره تانية. بس اديني ايه برضو بشجعكم، يعني الفيديو تعبت فيه الصراحه فقلت انزله لكم بقى وخلاص. تمام. هنا بقى ايه بنضف الشباك كده زي ما انتم شايفين، كنا بالليل. مسكت بقى الشباك كده نضفته زي ما قلت لكم في المقدمه. انا في الوقت ده كنت مخلصه اوضه النوم، وتقريبا كنت عملت الركنه. كنت عملت الركنه وكنت عامله المطبخ والريسبشن. اوضه النوم بس اللي نزلتها معاكم، اوضه الاطفال وباقي الشقه بقى ايه عملتها كده ايه مع حالي، عشان الصراحه الوقت كان ضيق جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بعد بقى ما نضفت الشباك، كمان بنضف بقى ايه الكومودينو. عارفين الحاجات دي لما بتتعمل في صيف، في تنظيف واحنا في الصيف والكلام دوت، بنكون اجازة بقى، ما بنذاكرش ولا بنروح دروس ولا بنيجي من دروس، فالموضوع بيكون سهل. انما الصراحة الحاجات دي لما تتعمل مع دروس ومذاكرة، وانك تروح تنزلي تودي دروس وتجيبي من الدروس وت... وتقعدي تذاكري طول اليوم والكلام ده كله، وتذاكري لده وتذاكري لده، فطبعا الموضوع بيكون لود وضغط كبير قوي، فما بيكونش فعلا في وقت، يعني الموضوع بيكون صعب جدا. انما بقى في الاجازه لما بنعمل الحاجات دي، الموضوع طبعا ما بيكونش فيه ضغط زي ايه دلوقتي. الله اكبر، عايز يا رب دلوقتي اذان بقى الفجر. انا بمنتجه لكم بعد ما اتسحرت، قلت بقى اركب لكم الصوت كده بسرعه عليه، عشان زي ما قلت لكم بجد ما فيش وقت خالص. هنا بقى ايه، مسكت السجاد، قعدت اكنسه كده بالمكنسه بالكهرباء. الله اكبر الله اكبر، يا عز يا رب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انا كده خلاص بقى نوينا الصيام. آه هكنس بقى زي ما انتوا شايفين كده الارض كلها، وهشيل بقى السجاد الصراحه كان نضيف زي ما قلت لكم، مش محتاج يتغسل، فمش هغسله. وجبت بقى ايه المساحه بتاعت الموب، وركبتها كده، وجبت ميه فيها حبة كوريكس الوان، عشان بقى ابتدي ان انا عايزه
ازق بقى السراير كده عشان ابتدي اعمل ورا السراير زي ما عملنا بالظبط في اوضه النوم. هنا هو انا بزق المكتب كده عشان اعرف بقى ازق السرير، بزقه على السرير ده عشان ايه اعمل ورا منه وكده. هو صندوق تحته ما بيكونش تراب، وكمان هو بيكون فيه يعني ادراج، فاهمني؟ فبيكون يعني تحت السرير ما بيكونش فيه تراب، هي حتة الجناب دي هي اللي بيكون فيها تراب بس. بس بكنس بقى الارض كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب بقى الموب بتاعتي، كنت جايبه بقى ميه سخنه وفيها حبه كلوريكس الوان، وهبتدي بقى ايه اعمل الحيطان كده بالموب، انضفها بقى. الحيطان طبعا مش عليها شخبطه ولا اي حاجه، لا هي بس مجرد تراب بنشيله. هي الحيطان عندي نضيفه الحمد لله، بس بشيل ايه التراب، اي تراب كده على الحيطان من موب ديت، وبرجع تاني اشطفها واعملها ميه بقى ايه من غير كلوريكس الوان. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اكبر يا رب. بص اهو برجع تاني ايه اغسلها تاني واعمل بقية الحيطة طبعا بعد ما كنست الارض عشان ما يجيش تراب تاني ايه على الحيطان. وبعد كده همسح الارض بتاعتي بقى بالموب التانية اللي دي الموب اللي كانت الفردانية، والموب بقى التانية بتاعت الارض اللي هي بتاعت الجردل همسح بيها ايه الارض. الحيطان بقى بقت نضيفة كده وعارفة ان ما فيهاش نقطة تراب. صراحة بعد ما خلصت الأوضة كنت مرتاحة جدا وكنت مبسوطة، يعني ان ايه نضفت الأوضة ما سبتش فيها نقطة تراب. همسح بقى الأرض كده بعد ما كنسناها، طبعا همسحها بقى بالموب. أهم حاجة تكنسي قبل ما تمسحي عشان ما يكونش في تراب في الأرض يضايقك ويتعبك في المسيح، هتضطري تمسحي مرة واتنين وتلاتة. انما كده لا، لما تكنسي قبل ما تمسحي الصراحة الموضوع بيبقى سهل جدا عليكي وما بيكونش فيه تراب ولا تلبيك ولا الكلام ده. همشف بقى الارض كده بفوطة عندي قديمة كده انشف بيها الارض، وارجع السرير مكانه كده ايه تحت السرير ده كده بقى زي الفل. لان زي ما قلت لكم هي الحته مش تحت السرير ذات نفسه هو اللي بيبقى فيه تراب، لان انا لسه عاملاه على فكره برضو يعني من شهر تقريبا تحت السرير ذات نفسه. فهي الاوضه برضو ما كانتش يعني ايه، بس انا كنت عايزه امسح الحيطان برضو، اكيد في حبه تراب كده وقع جنب السراير اعملها كده بس مش اكتر. برضو نفس القصه بالظبط، نفس اللي عملته ورا السرير ده هعمله ورا السرير التاني. بزق برضو كده عشان ايه برضو هعمل الحيطان، بس اكنس برضو الاول نفس اللي عملته بالظبط. هكنس الاول وبعد كده اعمل الحيطة بالموب، وبعد كده امسح الارض. طبعا كل شوية بخلعها واحطها في المية بالكلوريكس الالوان واعمل الحيطة. المية السخنة مع كلوريكس الالوان اي تراب او اي بقعة في الحيطة بتتشال بكل سهولة، تمام. انما طبعا شغبت والكلام دوت لا، طبعا لازم بايه بسبونشة وكده. انما مادام ما فيش شغبيت في الحيطه ولا الكلام دوت، هي مجرد مثلا بصمه ايد تراب، الموف دي بتخليها فله مع حبه كوريكس الوان وميه دافيه. بصوا كل شويه بروح اخلعها واحطها في كنت عامله كده بوله كده فيها حبه ميه بكوريكس الوان، واحطها واعصرها واحط تاني وامسح وهكذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت امنتج معاكم الفيديو بقى وبعد كده ايه اقوم اصلي الفجر واقرا الوتر بتاع. لازم بعد ما تصلوا الفجر يا جماعه حاولوا على قد ما تقدروا تقروا ان شاء الله ربع واحد في المصحف، يعني بجد يعني الحاجه دي لازم تخلوا لكم وتر كده للقران كل يوم، عشان طبعا ان شاء الله نختم المصحف ان شاء الله على اخر رمضان. فلازم لما نصلي الفجر كده نقرا لنا نقعد نص ساعه نقرا. مش يعني عارفه ان يعني تبقي عايزه تنامي وتبقي تعبانه والكلام دوت، لكن صدقيني ربنا هيقدرك وان شاء الله باذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك كده، وربنا يتقبل صيامنا وصلاتنا
وان شاء الله يعني يكون شهر كده غفران ورحمة من ربنا بإذن الله. انا طبعا بقول لكم الكلام ده وبشجع نفسي بيه برضو، ان انا برضو ما كسلش او ان انا ما اقراش قرآن، لان ده شهر هو بيجي مرة واحدة في السنة، فعايزين نطلع منه فائزين مش يعني نكونوا كده ايه خدنا كم حسنات كبير منه. احنا طبعا عارفين ان الحسنة بعشرة امثالها، وبتتضاعف في رمضان، فعايزين ايه كده نجتهد في رمضان على قد ما نقدر يعني. وطبعا مش في رمضان بس رمضان يعني احنا بنعمل كده في رمضان وعشان نستمر بعد كده، لان طبعا اهم حاجة ان احنا الحاجة ان احنا بنعملها ان احنا بعد رمضان نواظب عليها. عارفة ان الدنيا تلاهي، بس صدقوني اهم حاجة طاعة ربنا هي اللي بتسهل لنا كل حاجة. فربنا يهدينا كلنا يا رب، وانا اولكم. انا يعني طبعا انا مش شيخة ولا الكلام دوت، وحتى انا لما بقول لكم اي حاجة في موضوع العبادة او الكلام ده انا بكون بذكر نفسي قبل ما بذكركم. يعني انا برضو اكيد طبعا مقصرة كتير جدا جدا جدا. فربنا يا رب يغفر لنا ويسامحنا ويجعلنا من اهل الجنة يا رب. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده زقيت بقى ورا التلفزيون ومسحت، وبرضه عملت الحيطة وشلت التلفزيون خالص. وبرجعه تاني ايه كده مكانه على الترابيزة، ومسحت الترابيزة وكل حاجة كده خلاص. ما بقاش في حتة في الأوضة ما اتعملتش، فاضل بس ورا المكتب وكده خلاص ما في، وورا الدولاب برضه عملته كده خلاص بقى ما فيش اي حاجة في الأوضة ما اتعملتش. هبتدي هنا ايه اكنس بقى الحتة دي كده عشان امسح بقى الارض. خلاص يعتبر كده خلاص الأوضة خلصتها. هفرشها بقى على طول عشان ولا تاني يوم، والله ما فاكرة فرشتها يوميها ولا تاني يوم لانه طبعا الفيديو قبل رمضان. بجد والله بعتذر لكم جدا جدا، حقكم عليا. انا عارفة ان الفيديو ده كان لازم ينزل لكم قبل رمضان عشان تشجعوا كده وتقوموا تعملوا، وانا عارفة ان انتوا كلكم عملتوا وان انتوا كلكم احسن مني بكتير. فربنا يقوينا يا رب كلنا بإذن الله. كده بقى ايه خلاص همسح بقى الارض بتاعتي كده مسحه. انا هنا بص كنت فرشت الحته اللي ما بين السريرين دي عشان انزل الكومودينو، لان في حته كده من الدواسه دي او من المشايه دي بتدخل تحت الكومودينو، فقلت افرشها بدل ما احط الكومودينو وارجع تاني. هيبقى عايزه ارفعه عشان احط يعني المشايه دي يعني. اكيد فاهمين قصدي صح؟ بصوا بقى الاوضه بقت بتبرق. تعالوا بقى شوفوها دلوقتي، تعالوا شوفوها ولا كأني عملت حاجة. يس. يس ماشي. هفرش بقى طبعا نشفت الارض بفوطة كده قديمة عندي، وكده خلاص خلصت الأوضة بتاعتنا بقى وزينا زينة رمضان. كنت عامله لكم فيديو بجولة في الشقة بعد زينة رمضان بس على قناة تانية، على قناة حبي بيتك. ابقوا خشوا بقى شوفوه اللي معايا هنا في يوميات كوكو ودودو ومش معايا في حبي بيتك يدخل يشوف بقى. عملت لكم جولة كاملة في الشقة كده بعد ما زينتها كلها. بصوا بقى علقت عود نور كده وحطيت فانوس وحطيت بوجي وطمطم زي ما انتوا شايفين، وحطيت برضو فرع كده عليه كده رسومات رمضان بس كده. والأوضة بقت فلة شمعة منورة. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، واهم حاجة تسيبوا لي كومنت حلو زيكم. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم.